ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله كده جاي لكم فيديو جديد. اول حاجه كده معلش ان انا غبت عليكم. فهم بقى كده انا في شهر رمضان يعني ما اشتغلتش خالص فيه. فهم حقكم عليا. فهم بقى النهارده كده كنت اللهم صل على النبي، كنت عامله رز وسمك، وكان فاضل كنافه عندي في الفريزر، فقلت اعملها ايه بالمره كده. كانت موجوده يعني من رمضان. فهم بقى كده زي ما انتم شايفين عملت الرز والسمك وعملت الكنافه وسقيت شربات كده قدام الفرن، ورز كان الشرب كده وخلاص. وجينا بقى ايه بالليل، فقلت هنحضر العشاء، فقلت اشوي ايه بتنجانتين كده يتشووا، واعمل لهم ايه حاجه ايه معسله كده ايه ياكلوه. فامي ده كان يوم السوق، كنت جايبه فيه الفاكهه وكده. فهم بقى ايه جبت بقى انسيه كده، فناخد منها ايه اعمل انستين واحده اعملها اول باول تبقى صبحه. فانا كنت اعمل ايه، جبت انسيه واحده كده عملتها، وعصرت عليها برتقانتين وخرطت عليها الموز كمان انت عاوزاها. وكان عندي مانجا اللي هي العويسي كده كبيره كده في الفريزر، فكنت كل مره ناخد منها حته نحطها على الايه، على سلطه الفواكه. بتبقى حاجة مسكّرة، وبتغرفي للأولاد كل واحد كوباية كده أو فصاع زي ما تحبي. وبدل يعني أي تغيير، بدل ما ياكلوا الفاكهة كده أو تجيب مثلًا كل واحد صابع موز أو كده. فهُم بقى كده زي ما أنتم شايفين باجيب القرنساية وباشطفها، واقوم رايحة إيه وجايبة الموز بقى مقشّراه برضه كده ومخرّطاه عليها، وعصير برتقان ومخرّطة حتة مانجا. ممكن تعملي عصير مانجا وممكن إيه تعملي عصير برتقان، زي ما تحبي. بس أنا كان عندي البرتقان فقُلت أمّا أخرّط المانجا إيه بالمرّة. ممكن تحطي برضُك عليها ليمون. أنا هنا ما باحطش عليها السكر جاهز كده، فبنحط السكر بعد إيه، لإني باحبها دلع يعني. فبنحط لهم السكر إيه ساعتها، لإن أصلًا الفاكهة بتشرب كلها من بعضها بتبقى مسكرة، فبنحط السكر بقى على قد الاحتياج. يعني مثلًا عندي جوزي بيحب الحاجة مسكرة، فنحط له إيه شوية سكر كتير، ولادي معلقة سكر كفاية. فبنعودهم على كده إنهم مثلًا ما فيش سكر قد كده مش عارفة إيه، الحاجة أصلًا مسكرة لوحدها. وساعات بياكلوها إيه بسكر الفواكه بتاعها أصلًا بتبقى مسكرة لوحدها. فاقوم بقى كده زي ما أنتم شايفين عملتها كده، وحطيت عليها إيه شوية مَيّة كمان على العصير برتقان، وأبدأ بقى إيه آخد حتة مانجا وأقلبها بقى كده وأحطها في الإيه التلاجة. اعمليها بدري شوية، فهنا كان قبل المغرب بساعة كده وساعة ونص. قلت قبل ما البتنجان يشوي كنا عملت ايه سلطة الفواكه. قلتلهم حاجة يعني اخدها مسكرة بالليل، بدل مثلا مرة جيلاتي مرة سلطة فواكه، يعني أي حاجة كده تبقى مسكرة لهم. فهم بقى كده زي ما انتوا شايفين خرجت بقى المانجا كده، وبعد كده بقى ايه هقوم رايحة مقلباها وحاطة عليها ليمونة وحطها في التلاجة، واسيبها ايه كده مع نفسها، واغرف بقى كل واحد كوباية بالليل وكده. وقلت بقى هعمل بقى العشاء، هعمل ايه شوية فول وبتنجان مشوي وحتة جبنة، اي حاجه. فهم البتنجان بقى كان الشوك قدامكم كده، فقلت بقى ايه اما اطلعه سيبه يبرد كده مع نفسه كده، بتحطي ايدك بقى عليه كده تلاقيه استوى. مثلا تخبطي فيه كده تلاقي ايدك غرزت تلاقيه استوى. فهم بقى زي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت الشقه وروقتها وكنستها، زي ما انتوا بقى شايفين كده، وكنست السلم وقفلت باب السراند كده، وخلصت بقى ايه كده الشقه زي ما انتوا شايفين كده. فهم ايه كنسان ولمعت الحاجه ده والمطبخ برضو. قلت اكمل بقى ايه بقى العشاء. جبت بقى الفول زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي شويه فول. فاقوم بقى أهرسه كده وأعمله على البوتاجاز وأحط عليه شوية طحينة، وأعمل بقى شوية شكشوكة، كان عندي صلصة عليها لحمة مفرومة فبنحط عليها بيضة كده بتبقى جميلة. فاقوم إيه زي ما انتم شايفين كده أهي بقى إيه من المكرونة، كنت عاملة المكرونة. فاقوم بقى إيه بتبقى طعمها حلو جربوها، حط عليها بيضتين ودي حتة قشطة عليها، وضربت كده البيضتين زي ما انتوا بقى شايفين كده يا حبايبي، حط عليها حتة قشطة أو حتة سمنة زي ما تحبي، وانزلي بقى عليها بالبيضتين كده. جربوها هتلاقي طعمها حلو قوي لما يكون فاضي معايا عندك صلصة باللحمة بتاعة المكرونة أو كده، أو حتة صلصة فاضلة اعمليها نظام شكشوكة كده تبقى جاهزة عندك. فقوم بقى كده زي ما انتوا شايفين، وقشرت بقى البتنجان وعملته بالسكينة كده وقشريه بس سهل بالسكينة. واقوم رايحة حاطة بقى عليه شوية طحينة، خرطت عليه قرن شطة أي حاجة زي ما تحبي. وممكن تضربيه في الخلاط مع الطحينة مع الطماطم مع القرن الشطة بيبقى طعمه جميل برضو. بس أنا هنا بعمله ايه بالشوكة كده وخلاص لما اكون ايه مستعجلة. وخرطت خياراية وطماطمية وجبت قرنين شطة كده جاهزين، وحطيت على الفول طحينة والبتنجان شوية طحينة، بس أهم حاجة البتنجان مشوي عليه شوية طحينة، مبيبقاش طعمه حلو من غير طحينة خالص. فهم بس شايفين كده ده كان العشاء بتاع النهارده. فهم اشوفكم على خير وقولوا لي ايه رايكم. والله وحشتوني جدا. فهم بقى كده كنت عامله شويه قرص كانت عندي بقى في الفريزر، طلعتها كده جنب العشاء. يلا كل سنه وانتم طيبين.